انا بعمل لكم الفيديو ده ردا على كل الحاجات اللي انتوا كتبتوها. 4 نوفمبر انا قريت كل التعليقات، في ستات كتير قالت ان جوازها بيعملوها زي الفل. انا مبسوطه جدا منكم قلتوا وان رجالتكم بيعملوكوا زي الفل، ربنا يزيد ويبارك. الستات عموما اللي بيبقى معاها جواز كده متبارك فيها، بتعاملك كويس بحنيه، بتاخد بالها منك، بتديكي امان، بتسمعك، بتحضنك. في ستات كده بتبقى ناشفه شويه، فاكره ان هي طول ما هي عامله كده هو هيفضل يدي. انا بقولك حني شويه، فكي شويه، اعملي انت كمان واديله زي ما هو بيديلك. للستات اللي ما بتعملش كده، عشان في كذا واحده قالت ان هي نفسها تبقى حنينه اكتر معاه، فانت محتاجه تعرفي تردي على ده معناها ايه؟ انك تقدري تستقبلي ده، ان استقبالك لده بيفتح قلبك، بيشرحك. مش لازم يفضل يعمله على طول علشان انت تفضلي تحسي بالامان على طول. لو انت سمحتي لنفسك تتفتحي وتقبلي وتردي على ده بنفس الطريقه، الدنيا هتتحسن كتير قوي. مش بس ناخد ناخد ناخد، محتاجين ندي كمان. فحني لو انت مش حنه، ولو انت حنه ربنا يزيدك ويبارك فيكي. انا مبسوطه. الستات اللي بتشتكي من جوازها، اللي بتقول الراجل زي الزفت، الراجل بيعمل مش عارفه ايه، ده ما بيخرجش، كل القصص دي، اهم حاجه انك تفهمي انك انت عندك امل تصلحيه، مش هيتصلح. فاطلعي من الوهم اللي انت عايشه فيه، بطلي توهمي نفسك وتفتكري انه فعلا هو هيتغير. هو مش هيتغير، هو هيتغير في حاله واحده بس، انك انت تبطلي تزني عليه وتشتكي منه. ده لو ربنا يفرج عليه ويفتح قلبه ويفتح وعيه. بس لما انت تبطلي توهمي نفسك بانه هيتغير وانك انت بتحاولي تصلحيه. محدش بيصلح حد، لازم نتصلح عشان احنا عايزين نتصلح، عشان احنا حاسين وواعيين ان اللي فينا مش عاجبنا ومش عاجبنا اثره على اللي حوالينا. محدش يتصلح عشان التاني بيشتكي منه. فاطلعي من الوهم ده. ايه اللي تقدري تعمليه؟ انك تبتدي تتعلمي ازاي رد فعلك على اللي هو بيعمله ما يخلصش عليكي. بمعنى لو هو بيأثر مجاديفك او بينتقدك كتير، ما تحسيش ان ده ليه دعوه بيكي. تبتدي تفهمي ان ده ليه دعوه بيه. هو انتقد كتير قوي لما كان صغير، فدلوقتي هو ما بيعرفش يعمل حاجه غير انه ينتقد الست اللي قدامه. امه كانت بتعمل فيه كده، فهو بيعمل فيكي كده. فانت محتاجه تبتدي تفصلي بين هو طبعه بيخليه يعمل ايه، طبعه الوحش، وتأثير ده عليكي انت ايه. ما تخليش ده يأثر عليكي ويهزك. لو بتشكي في نفسك بسبب انتقاده ليكي، ابتدي ركزي في الشكوك اللي عندك علشان خاطر تعرفي تلاقي ثقتك في نفسك. لما انت تبتدي تلاقي ثقتك في نفسك، لما هو يبطل يهدم فيكي عشان انت ابتديتي تحسي بقيمتك واشتغلتي على نفسك، فبتعملي فاصله بين اللي هو بيبعته وازاي انت بتحسي بيه. الحاجه الوحيده اللي في ايدينا ان احنا ازاي نقدر نبطل نحس بالحاجات السلبيه اللي هو بيخلينا نحس بيها على حسب اللغه اللي انتوا بتتكلموا بيها. فانت تشتغلي على نفسك علشان تقوي نفسك، تطلعي من شكك، تحسي بقيمتك، تعملي حاجات في حياتك تديلك قيمه، فاللي هو بيعمله ما ياثرش عليكي. فهمتيني؟ ده اللي تقدري تعمليه. الستات اللي بتطلب مشاركه اكتر من اجوازها، بطلب منكم كمان يا رجاله ابتدوا فكروا واوعوا على انه انت عايز مراتك تديلك كل اللي نفسك فيه، بالذات في الحته الحميمه. انت لازم ترويها. محدش يمنع ورده من انها تتروي ويديها تربه حلوه ويديها شمس حلوه ومتوقع ان هي تبتسم في وشه وتديله كل حاجه. فاهمني؟ انت كمان محتاج تبتدي تاخد بالك من الست اللي في البيت، وانت محتاجه تبطلي شكاوي يا ماما. طلب مش بالشكوى. فاتمنى ان انا اكون رديت عليكم. انا عمري ما بديكوا اعملي كذا اعملي كذا، لان ده ما بيجيبش نتيجه. لازم تغيري حاجه جواكي، لازم تغير حاجه جواك. لو هي مش بتديلك، انت بتحس بايه لما هي مش بتديلك؟ فركز في احساسك، ركزي في احساسك. لما تبتدوا تركزوا في انتوا حاسين ايه باللي بيحصل من بره، بتبتدي تبقى قدرتك على التغيير في نفسك بتفتح لها الباب. الحد الوحيد اللي تقدر تغيره انت، ما تقدرش تغير التاني. الحاجه الوحيده اللي تقدر تعملها انك تغير رد فعلك واحساسك على اللي بيعمله التاني. كل سنة حب واحنا كلنا كويسين. ربنا يفتح قلبنا عشان نعرف نحب، مش بس نحب الراجل، نحب الحياة، نحب نفسنا. ده اهم حاجة.